مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش نجيب لكم أكثر المعلومات الحصرية والخاصة. اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل باستهداف أسطول الصمود العالمي في تونس، في أول اتهام رسمي يوجهه زعيم سياسي إلى إسرائيل بالوقوف وراء هذه العملية. وقال أردوغان خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: لقد وسعت إسرائيل عدوانها، فبعد غزة استهدفت لبنان واليمن وإيران وسوريا، كما اعتدت على سفن مدنية قبالة سواحل تونس. هذا وأثارت قناة عبرية جدلا واسعا في تونس بعد بثها تقريرا أعلنت فيه وجود مفاوضات لنقل قيادات حركة حماس إلى هذا البلد، حيث قالت قناة أي 24 نيوز الإسرائيلية في نسختها الفرنسية بأن هناك نقاشات غير مباشرة بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى لبحث إمكانية إرسال بعض كوادر حماس الأكثر تطرفاً في قطاع غزة إلى تونس. وقال المراسل العسكري للقناة إن هذه المفاوضات تهدف إلى نقل عناصر الحركة الذين يرغبون في المغادرة بشكل فردي، مشيرا إلى أن العملية تشبه ما حصل في عهد ياسر عرفات. وتابع المراسل بأن تونس اليوم رسميا وشعبيا تتبنى القضية الفلسطينية، ولكنها لا تتبنى بالضرورة قضية حماس، وهذا ما يثير القلق لدى بعض الأطراف في السياسة والشارع التونسي حول مدى قبول السلطات التونسية لاستضافة كوادر حماس بالتنسيق مع طهران. في تونس رحب البعض بإمكانية استضافة قيادات حركة حماس، فيما حذر طرف آخر من أن ذلك قد يجعل تونس هدفا لهجمات إسرائيلية محتملة، خصوصا أن تل أبيب سبق ونفذت عمليات اغتيال ضد قيادات منظمة التحرير الفلسطينية في تونس. الحكومة الإيطالية أعربت عن قلقها من المشروع بسبب خطر التبشير والتطرف الذي قد يؤدي إلى موجة هجرة تشمل دخول عناصر تشكل تهديدا للأمن الوطني ولأمن أوروبا. كما حذر الإعلام الإيطالي من أن القرار يهدد بزعزعة استقرار تونس، وأن الفوضى قد تنفجر وتجعل البلد على شاكلة ليبيا. ونتيجة لذلك قد تستفيد شبكة حماس من هذا الوضع لتوسيع نفوذها والسيطرة على أنشطة متعددة، بما في ذلك تهريب المهاجرين، مستغلة هذه الأعمال غير القانونية كتهديد تجاه الحكومات.